جندي سابق في الجيش بيدخل في قتال مع اخطر عصابة تهريب مخدرات، يا ترى ايه السبب؟ وهل هيقدر لوحده ان يواجه اخطر عصابة في المنطقة؟ بنعرف في اول الفيلم ان المقاتلين اليابانيين زمان كان اسمهم الساموراي، واللي كان بيخسر منهم قتال كان المعلمين بتوعهم بيسموهم رونين، وكانوا بيتخلوا عنهم. والرونيين دول انقسموا لجزئين، جزء منهم بقى يسافر من غير ما يكون لوجهة محددة، وده كان بيساعد المظلومين اللي بيلاقيهم في طريقه، والجزء التاني منهم بقوا مجرمين وخارجين عن القانون. وبيبدأ الفيلم في هيرموسيلو سينورا في المكسيك، وبنشوف اتنين وهم داخلين المحكمة الاتحادية، وهناك بيسلموا السلاح بتاعهم قبل ما يدخلوا للقاعة الرئيسية، وبيكون كولتون ماشي وراهم وبيراقبهم، وقبل ما يعدي من بوابة الأمن بيقلع الحزام بتاعه وبيعدي من البوابة، ووقتها بيكون الاتنين ركبوا الاسانسير، وقبل ما باب الاسانسير يقفل بيقدر انه يدخل للاسانسير معاهم، وساعتها بيخلص عليهم هما الاتنين. ولما بيطلع من الاسانسير بيدخل في قتال شرس مع افراد عصابة الكارتيل اللي موجودين في المكان، فبيضرب الاول وبيرميه على الاتنين التانيين، فواحد منهم بيهاجمه لكن بيخلص عليه، وبيضرب التاني برجله بركلة قوية جدا، وبيدي اللي بعده مقص حرامية وبيكومه على الارض جنب اصحابه، وبعدها بيمسك واحد من رقبته وبيقلبه على الارض، وبيدخل بعدها لحفلة خاصة، وهناك بيكسر دراع الاولاني وبيمسك التاني من دراعه وبيرميه على الارض وبيديله فين يوجعك. وبعد كده بنشوف واحد نازل على السلم وبيقول للامن ان الامريكي هنا وخلص على كل الرجالة. وفي الدور اللي فوق بيكون فيكتور رئيس العصابة بيترعش قدام كولتون، ساعتها كولتون بيطلع صورة هولي من جيبه وبيوريها له. في نفس الوقت الامن بيراجعوا كاميرات المراقبة وبيلاقوا كل رجالتهم متكومين على الارض، وبيشوفوا كولتون وهو واخد فيكتور رهينة، وبيروح بيه ناحية اوضة وبيخليه يطلع المفتاح اللي بيكون معلقه في سلسلة في رقبته، وبيقول له انه لو كان لمس شعرة واحدة منها هيخليه يحصل صحابه، فبيقول له انه ما ضربهاش ومفيش حد لمسها. واول ما بيدخلوا الاوضة كولتون بيقول لهولي انه كولتون خالها، وبيسألها اذا كانت فاكراه، فبتقول له ايوه. ولما بيسألها اذا كان اي حد منهم اذاها فبتقول له انه محدش لمسها، وبتترجاه يخرجها من هنا، فبيقول لها ثواني وهرجع لك، وبياخد فيكتور بره وبيخلص عليه. وساعتها بيسمع صوت الاسانسير وهو طالع، واول ما الباب بيفتح بيمسك الامن وبيخلص عليهم، وبنشوفه هو بيفتح الكلبشات لهولي بمفاتيح فيكتور واللي بيكون معاها فلاشة، وبعدها بيطلب من هولي تغمض عينيها وبياخدها وبيخرج. وبعد كده بتصحى هولي وهي معاه في العربية، فبتسأله هما ليه خطفوها، فبيقول لها انها المفروض تسأل ابوها السؤال ده، فبتعرفه ان والت جوز امها مش ابوها. وبنشوف بعدها غارسيا زعيم العصابة وهو بيقول لابن اخوه انه لازم ينتقم لاخوه من الامريكي ده. بعدها بيسأل الوحيد اللي قدر يهرب من المذبحة دي مين البنت اللي كنتوا خاطفينها، فبيقول له انها بنت والت رينولدز الوسيط بتاعهم في نوغاليس، وبيفهموا ان اخر عملية تسليم كانت في المزرعة بتاعته، وساعتها خد منهم الفلوس وقال لهم ان البضاعة اتسرقت من مزرعته. ففيكتور ما اقتنعش بكلامه وعلشان كده خلاهم يخطفوا بنته. وهنا الزعيم غارسيا بيسأله عن الفلاشة اللي كانت مع المفاتيح، فبيقول له انه هرب وما يعرفش عنها حاجة. وهنا الزعيم بيشاور لابن اخوه لوكو فبيقتله في لحظات، وفي نفس الوقت بيكون كولتون وصل هولي لامها انجيلا، ولما اخته بتشكره بيقول لها انه ما عملش كده علشانها ولا علشان جوزها، لكنه انقذ هولي لانه بيحبها، وبيطلب منها تلم حاجتها علشان تمشي معاه لان اكيد العصابه مش هتسكت. بعدها بيكون المأمور كلاري بيكلم ابنه، وساعتها بيجيله اتصال من غارسيا وبيعرفه فيه ان فيكتور مات، وبيقول له ان والت عنده ضيف وهو عايزه، وبيطلب منه يحبسه في بيت والت، وبيحبس معاه مرات والت وبنته، فبيقول له انه مش هيقدر يعمل اللي بيقول له عليه. وهنا غارسيا بيقول له انه بيقبض منهم كل شهر فلازم ينفذ اللي بيطلبه منه. وبعدها بيبعت له صورة كولتون، فبيقول له انه اخو مرات والت وكان جندي في الجيش وهربان بقاله فترة ومحدش يعرف عنه حاجة. وهنا غارسيا بيقول له نفذ اللي قلت لك عليه وانا ورجالتي هنيجي نتعامل معاه. بعدها هولي بتفكر خالها بالمرة اللي خرجوا فيها يصطادوا مع بعض، فبيقول لها انها كانت صغيرة قوي وابوها كان لسه عايش. ساعتها بتنزل اخته بالشنط وبتقول له انه ما كانش قدامها حل غير انها تتجوز والت، فبيقول لها انها ما كانش لازم تتجوز واحد زي
زي والت. وبعدها بنشوف عصابة الكارتل وهم رايحين لبيت والت، وبيكون لوكو مع عمه غارسيا ومعاهم باقي العصابة. وفي الوقت اللي بيخرجوا فيه من البيت والت بيوصل وبيقول لأنجيلا ليه كلمتيه، انا رجعت لهم اللي هم عاوزينه. وهنا كولتون بيهاجمه وبيقول له ينسى اخته وبنتها خالص. انجيلا بتقول له انه هرب وسابها، وبتقول له انها ماشيه ومش راجعه تاني. فبيدخل البيت وبيقفل الباب. ووقتها انجيلا بتقول لاخوها ان ده بيتها والمفروض ما تسيبهوش، وانها ادت الفرصه لوالت ان يكون ليه بيت على الحدود فبيقدر يتاجر في المخدرات وبيبيعها براحته من غير ما يتقبض عليه. فكولتون بيقول لها انها سمحت له انه يسيطر على بيت عيلتهم، فبتقول له ان جوزها مات وسابها مديونه وهو كان بعيد عنها وما كانش قدامها حل غير انها تتجوزه علشان يسدد لها ديونها. هنا كولتون بيشوف عربيه المأمور ورجالته جايين من بعيد، فبيقول لاخته شوفيهم عاوزين ايه وهو بيستخبى. وفي نفس الوقت بيكون والت بيشيل الجيتار بتاعه. ساعتها بيسمع صوت العربيات اللي بتقف قدام بيته، ووقتها كلاري بيسأل انجيلا اذا كان والت موجود. وهنا والت بيخرج من البيت، وساعتها المأمور بيقول له انه مقبوض عليه. فوالت بيقول له ان في بينهم اتفاق، لكن المأمور بيعرفه ان لازم يقبض عليه وبيشاور لرجالته فبيقبضوا عليه. وهنا المأمور بيسأل انجيلا عن اخوها، فبتقول له انها ما شافتهوش من سنين، فبيعرفها ان التستر على مجرم جريمه. فبتسأله وتهمته ايه، فبيقول لها ان والت اجره علشان يقتلوا ناس. فوالت بيقول له انه ما عملش كده وانها كانت فكره انجيلا. فبتقول له ان هم خطفوا بنتها وما كانش قدامها حل تاني. وهنا وايت نائب المأمور بيقول لكلاري ان لو الموضوع فيه خطف يبقى لازم يخلوا حد يقدم المساعده لهولي. فبيتنرفز كلاري عليه وبيقول له ان هو اللي بيدي الاوامر. بعدها بيقول لانجيلا ان اخوها قتل رجاله شرطه في المكسيك، فبتقول له ان هم اكيد كانوا شرطه فاسدين ويستاهلوا ان هم يموتوا، وبتعرفه ان اخوها ما بيقتلش ضباط شرطه. هنا والت بيقول له انه شافه وهو بيدخل الكوخ. فبيتكلم المأمور في مكبر الصوت وبيطلب من كولتون انه يسلم نفسه، ولما ما بيردش عليه بيطلب من لوغان ووايت ان هم يروحوا الكوخ ويجيبوه، وبيقول لهم انه مش هيقتلهم، وبيعرفهم انه كان صاحب جوز انجيلا الاولاني اللي كان مأمور المنطقه وما بيقتلش ضباط شرطه الا اذا كانوا فاسدين. بعدها بيدخلوا للكوخ، وساعتها كولتون بيضربهم وبيخرج من الكوخ. ولما المأمور بيحاول يضربه بالنار انجيلا بتضربه، فالرصاصه ما بتجيش في اخوها، وكولتون بياخد عربيته وبيهرب. وقتها وايت ولوغان بيركبوا عربيتهم وبيطاردوه. وفي نفس الوقت المأمور بياخد تليفونات انجيلا وهولي وبيقبض عليهم. وساعتها والت بيقول له انه ممكن يعمل معاه صفقه لان هما الاتنين بيشتغلوا لصالح عصابه الكارتل، لكن المأمور بيرفض. وفي نفس اللحظه دي بيوصل غارسيا وعصابته، ووقتها المأمور بيقول لهم ان كولتون هرب للجبل ورجالته بيطاردوه. فغارسيا بيقول له انه مقاتل قوي وقتل اقوى المقاتلين في عصابته، وبيدي امر للاتنين من رجالته علشان يروح يجيبوه. وهنا والت بيقول له انه ملوش دعوه باللي حصل وان مراته هي اللي دبرت للموضوع كله مع اخوها، وبيطلب منه يسامحه. فبيقول له انه هيسامحه ولكن بشرط انه يرجع له الفلاشه اللي كانت في سلسله فيكتور. ولما بيقول له فلاشه ايه بيطلع مسدسه وبيقتله. اما لوغان ووايت فعربيتهم بتخبط في عربيه كولتون بعنف، ولما بينزلوا من عربيتهم بيدوروا عليه في العربيه فما بيلاقوهوش فيها، وبيشوفوه هو بيجري فبيتفرقوا وبيطاردوه. وفي نفس الوقت غارسيا بينزل هولي من العربيه وبيقول لها انها جميله جدا علشان كده فيكتور كان عاوزها لنفسه، فبتطلب منه انه ما يأذيهاش. فبيقول لها انها لو اتعاونت معاه مش هيأذيها. بيقول لها انه كان سايب كل حاجه في ايد فيكتور لانه كان ذكي، وبيسألها عن الفلاشه. وهنا بترجع هولي بالذاكره وبتفتكر انها شافت الفلاشه في السلسله اللي خالها خدها من فيكتور، لكنها بتقول له انها ما تعرفش حاجه عنها. وهنا غارسيا بيقول لرجالته انها اكيد مع كولتون وبيطلب منهم يدخلوهم البيت. وفي نفس الوقت بيقدر وايت يلاقي كولتون لكنه بياخد منه سلاحه وبيهدده بيه. في نفس الوقت بيظهر لوغان وبيقول لكولتون ينزل سلاحه، وهنا كروز واللي معاه بيضربوا نار على لوغان. فكولتون بياخد وايت وبيقفوا ورا شجره. هنا غارسيا بيتصل بكروز اللي بيقول له ان هم لقوا كولتون، فبيقول له ان هو عارف هيعمل ايه لو لقى الفلاشه معاه، ولو ما لقاهاش معاه هيقتله. بعدها كروز بيضرب عليهم نار وبيقول لكولتون انه مش عاوز غير الفلاشه اللي معاه. وهنا بيطلع كولتون السلسله اللي خدها من فيكتور وبيشوف الفلاشه المتعلقه فيها، وبيقول لوايت
ان هما لازم يروحوا لمنطقة اعلى علشان يقدروا يقتلوهم. وبعدها رينا بيقتل لوغان، فكولتون بيقتل رينا وبيضرب كروس نار على وايت فبيقع ميت. وبعد كده هو وكولتون بيدخلوا في قتال مع بعض، وكولتون بيضربه بركلات قوية جدا وهو بيرد له الضربات. وهنا كروس بيقول له انه قتل اخوه، فبيقول له ودلوقتي هقتلك انت كمان، وبيكملوا ضرب في بعض. ولما كولتون بيطلع مطوته بيطلع كروس الحزام بتاعه وبيقدر يخلي كولتون يسيب الخنجر، لكن كولتون بيسيطر على القتال وبيقدر يخنقه لحد ما يموت. وهنا غارسيا بيتصل بكروز فما بيردش عليه، وساعتها المأمور بيقول له ان رجالتهم هم كمان ما بيردوش عليه. هنا غارسيا بيطلب من رجالته لوبو واغويلار ان هم يروحوا يشوفوا كروز واللي معاه. وبعد ما بياخدوا العربيه وبيروحوا للجبل، غارسيا بيسأل المأمور عن كولتون، فبيقول له ان كولتون انقذ حياته من سنتين، وده لما شاف عربيته واقعه في البحيره وهو سحبه وطلعه منها. فغارسيا بيسأله هو ليه هربان من الجيش، فبيقول له انه كان جندي موهوب في الجيش لكنه ما كانش بيقدر يسيطر على نفسه واتجنن في حرب العراق، وكان السبب في ان رئيسه دخل المستشفى، ومن يومها وهو هربان والجيش بيدور عليه. هنا انجيلا بتقول لهم ان اخوها عصى امر كان هيلطخ اسمه واسم بلده بالعار، فبيتجاهل المأمور كلامها وبيقول لغارسيا ان اخوها من المرتزقه وبياخد فلوس علشان يقتل الناس، ومتشرد بينام في الشوارع علشان كده ما عندهوش حاجه يخسرها ومستحيل ان حد يقدر يعرف مكانه. هنا انجيلا بتقول لهم ان اخوها هيرجع علشانها هي وبنتها وهيخلص عليهم. ولما بيوصل لوبو واللي معاه عند العربيات بيشوفوا كولتون وهو بيجري ناحيتهم، فواحد منهم بيطلع من الشباك بتاع العربيه وبيضرب عليه نار، فبيقدر كولتون انه يضربه بالنار وبيقتله. وبعدها بيجري ناحيه عربيتهم وبينط فوق العربيه وبيمشي على السقف وبينزل الناحيه التانيه، فبيلف لوبو بالعربيه علشان يزنق كولتون في الجبل. لكن على مين؟ كولتون بيمشي على الجبل وبينط باكورد وبينزل فوق العربيه وبيضرب طلقه على ايد لوبو، وبعدها بيكسر ازاز العربيه برجله وبيوجه السلاح للوبو وبيساله اذا كانت اخته وبنتها لسه عايشين، فبيقول له ايوه. فبيساله والفلاشه عليها ايه، فبيقول له كل حاجه، عناوين واسامي واماكن تخزين البضاعه وحسابات البنوك، والمعلومات دي مش موجوده غير على الفلاشه، ومن غيرها غارسيا مش هيقدر يعرف اي حاجه عن شغله. هنا كولتون بيخلص عليه وبيجري ناحيه بيت اخته، وفي نفس الوقت المأمور بيكلم رجالته لكن مفيش حد منهم بيرد عليه، فبيقول لغارسيا انه نفذ المطلوب منه ودي اخر مره هيتعاون معاه فيها، فبيهدده انه هيقتل له ابنه. فبيتراجع المأمور عن كلامه وبيركب عربيته وبيمشي. وفي نفس الوقت بيوصل كولتون قريب من البيت وبيشوف رجاله غارسيا وهم محاصرين البيت، فبيستنى لما واحد منهم يقرب منه وبيضربه، بعدها بيخنقه وبيخلص عليه وبياخد منه السلاح بتاعه. وساعتها واحد من رجاله غارسيا بيشوف زميله وهو متكوم على الارض، فبيقول لغارسيا. وهنا غارسيا بياخد انجيلا وهولي وبيطلع قدام البيت وبيقول لكولتون انه لو ما سلمش نفسه هيقتل بنت اخته زي ما هو قتل ابن اخوه. وهنا بيطلع كولتون وهو رافع ايديه، ووقتها بيلمح اسطوانه غاز جنب الكوخ، ورجاله غارسيا بيوجهوا سلاحهم ناحيته. فكولتون بيقول لغارسيا انت عاوز الفلاشه، فبيساله هي معاك، فبيقول له يمكن، وبيطلب منه يحرر اخته وبنتها. فغارسيا بيعرفه انه ممكن يقتله وياخد الفلاشه من جثته، فبيرد عليه انها ممكن تكون معاه وممكن لا. بعدها واحد من رجاله غارسيا بيشاور له علشان يقرب منه، ولما بيحط ايده في جيب كولتون بيروح لاوي دراعه وضربه، وبعدها بيضرب رصاصه في انبوبه الغاز فبتنفجر. وهنا بيقول لاخته خدي بنتك وادخل البيت، ووقتها رجاله غارسيا بيضربوا عليه نار، فبيدخل البيت وبيضرب عليهم نار وبيقفل الباب وبيحط وراه مكتبه خشب. ولما اخته بتشكره علشان رجع لهم بيقول لها ما تشكرنيش دلوقتي، فبتروح تاخد البندقيه بتاعتها وبتقول له ان هم قتلوا وال، فبيقول لها لو ما كانوش قتلوه كنت انا هقتله. وبيفضل رجاله غارسيا يضربوا عليهم نار، فبيكسر ازاز الشباك وبيبادلهم ضرب النار، واخته بتعمل زيه. فبيدي غارسيا امر الاتنين من رجالته ان هم يهاجموهم من الباب الخلفي للبيت. ولما واحد من رجالته بيقول له نحرق البيت احسن، بيقول له انه ما يقدرش يعمل كده لان الفلاشه هتتحرق معاهم. ولما بيحاولوا يدخلوا من الباب الخلفي كولتون بيضرب عليهم نار وبيقفل الباب
وبيحط وراه مكتبه صغيره، وبيجري على اخته وبيقول لها خدي بنتك واطلعي للدور اللي فوق. وهناك بتتصل هولي بالنجده، فامها بتقول لها ان الشرطه عارفه اللي بيحصل، فبتقول لها انها هتطلب شرطه الولايه. ولما امها بتقول لها ان خالها مطلوب، بنتها بتقول لها ان المهم ان هم ينقذوا حياته، وبتتصل بالنجده. ولما بيردوا عليها بتطلب منهم يبعتوا شرطه الولايه لعنوان بيتهم لانهم بيتعرضوا لهجوم، فبيحطوها على الانتظار. وبنشوف المأمور بعدها وهو بيكلم ابنه وبيعتذر له علشان ما حضرش المباراه بتاعته، فابنه بيقول له انه بيحبه وعاوزه يرجع للبيت بسرعه. وهنا بتتصل تشيلسي بالمأمور وبتقول له انها حاولت تتصل بوايت ولوغان لكن ما حدش منهم رد عليها، فبيقول لها انه بعتهم في مأمورية. فبتعرفه ان هولي كلمتها وطلبت منها تبعت لها شرطة الولاية، فبيقول لها انها اكيد اتخانقت مع وايت خناقة عادية. فبتعرفه انها سامعة عندهم ضرب نار، فبيقول لها انه هيروح لهم. وهنا بتيجي رصاصة في تليفون هولي فبيتكسر، فتشيلسي بتعرفه ان الاتصال اتقطع، وفي نفس الوقت بيقدر رجالة غارسيا ان هم يدخلوا البيت. فبيضرب كولتون واحد منهم بالنار في رجليه وبيخلص عليه، وبيتبادل ضرب النار مع التاني وبينزل في ضرب. وقتها بيضرب نار من سلاحه على السقف، فبتيجي رصاصه في دراع انجيلا، فبنتها بتجري عليها وبتربط لها دراعها. اما كولتون فبيدخل في قتال شرس مع واحد من العصابه وبيقدر انه يخلص عليه وبياخد منه سلاحه. وهنا غارسيا بيكلم رجالته اللي في البيت لكن محدش منهم بيرد عليه، فبيؤمر باقي رجالته ان هم يدخلوا البيت. وهنا الاربعه اللي فاضلين بيروحوا ناحيه باب البيت، واتنين منهم بيلفوا ورا البيت، والاتنين التانيين واحد بيدخل من الشباك وبيشيل المكتبه اللي قدام الباب. فصاحبه بيدخل البيت واللي لفوا من الباب اللي ورا بيتبادلوا ضرب النار مع كولتون. بعدها كولتون بيطلع للدور اللي فوق وبيضرب عليهم نار، فبيبادلوا ضرب النار وبيدخلوا الاوضه اللي اخته وبنتها فيها. ساعتها اخته بتقول له انها كانت عاوزه بنتها تعيش بامان لكنها هتكون السبب في موتها، فبيقول لها ان مفيش حد منهم هيموت النهارده. وهنا المأمور بيقف بعربيته قريب من البيت وبيلبس الواقي من الرصاص وبيروح ناحيه البيت. وفي نفس الوقت غارسيا بيدخل البيت، ولما واحد من رجالته بيطلع للدور اللي فوق كولتون بيقتله بالرصاص. وهنا غارسيا بيقول له انه مش عاوز منه حاجه غير الفلاشه، فاخته بتساله هي الفلاشه دي عليها ايه، فبيقول لها حساباتهم في البنك، اسامي التجار والمخازن وكل حاجه تخص تجاره المخدرات. بعدها بيطلب منهم يخرجوا من الشباك ويمشوا على السطح ويهربوا، فبتقول له انها مش هتسيبه لوحده. وهولي بتعرفه ان شرطه الولايه على وصول، فبيقول لها ان هم لو استنوهم هيموتوا. وبعدها بتخرج هولي من الشباك، ولما غارسيا بيسمع صوتها على السقف بيدي لرجالته امر بضرب النار على السقف فبينفذوا. وقتها كولتون بيضرب نار على الارض وبيطلب من اخته تطلع من الشباك، فبتحصل بنتها وبيجروا على الجراج. ولما اتنين من رجاله غارسيا بيطلعوا للدور اللي فوق تون بيسمعهم فبيقفل الباب. وفي نفس الوقت غارسيا بيشوف انجيلا وبنتها وهم بيجروا بره البيت. ولما بيوصلوا للجراج بيحاولوا يشغلوا الموتوسيكل علشان يهربوا بيه لكن ما يعرفوش، وبيتفاجئوا بغارسيا قدامهم وبيهددوهم بالسلاح اللي معاه، وبيقول لهم انه محتاج واحده بس منهم وده علشان يهدد كولتون بيها. هنا بيظهر المأمور وبيضرب غارسيا بالنار فبيقع ميت. وهنا المأمور بيقول له ده جزائك لانك هددتني بابني. اما كولتون فبيكسر باب الأوضة وبيضرب اللي واقف وراه وبينزل للدور اللي تحت. وساعتها واحد من رجالة غارسيا بيضرب عليه نار، فالرصاص بيجي في زميله، وبعدها بيفضلوا هما الاتنين يضربوا نار من ورا الحيطة لحد ما بيكسر كولتون عليه الباب، وبيدخلوا في قتال شرس مع بعض، وبيقدر كولتون انه يخلص عليه. وهنا واحد من اللي ضربهم قبل كده بيفوق وبيطلع مطوة وبيهاجمه، وبيقدر انه يطعن كولتون بيها، لكن كولتون بينزل في ضرب وبيطعن الاولاني بالخنجر طعنات متتاليه، وبيدخل على التاني وبيخلص عليه بالخنجر. وبعد كده بنشوف المأمور وهو بيهدد انجيلا وبنتها بالسلاح، فبيسألهم على مكان الفلاشه، وبعدها بيطلع الكلبشات وبيقول لهم كلبشوا ايديكم. وهنا بيظهر كولتون وبيضربه بالنار في صدره فبيقع على الارض، وبيبقى جنبه على الارض الكلبشات والبندقيه. فكولتون بيقول له اختار، يا تكلبش نفسك وتعيش يا تجرب تقتلني. واول ما بيحاول يمسك البندقيه كولتون بيضربه رصاصه في نص راسه فبيقع ميت. وهنا اخته وبنتها بيجروا عليه، وبعدها بتشوف كولتون على الموتوسيكل. وقبل ما شرطه الولايه توصل تون بيدي لاخته الفلاشه وبيقول لها خليها معاكي وشوفي هتقدري تستفيدي بيها ازاي. ساعتها بيشوفوا شرطه الولايه جايه من بعيد، وقبل ما يمشي هولي بتطلب منه يجي يزورهم، فبيطلب منهم يخلوا بالهم من نفسهم، وبيطلع بالموتوسيكل بسرعه. وبعدها بتوصل شرطه الولايه، ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.